السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم عندي في القناه ديالي، مرحبا بكم في وصفه جديده. كيف كتشوفوا معايا بنات اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوج اولا القرص المغربي مسمين بالنافع وحبه حلاوه، كيجيو غزالين وخفافين كيف كتشوفوا معايا وناجحين. بالنسبه للمبتدئات غادي ينجحوا معكم من اول مره. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير مع ذكر المقادير في نفس الوقت. كيف كتشوفوا معايا بنات هنايا غادي نحتاجو 4 ديال الكيسان العبار بالكاس العنبه ديال الدقيق الابيض او ما يعادل 500 غرام ديال الدقيق. وغادي بالنسبه للخميره غادي نحتاجو الخميره الفوريه ديال الخبز. غادي ندير 2 معالق كبارين ديال الخميره. غادي نضيف واحد نص كاس ديال سكر سنيده او سكر خشن، غادي نضيفو على الخميره. وغادي نضيف واحد الكيس ديال سكر الفانيلا. غادي نضيفو نص معلقه صغيره ديال الملحه. وغادي نضيفو كيس ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام. غادي نضيفو قشور ديال البرتقاله حكيتهم في الحكاكه. وغادي نضيف واحد ربع كاس ديال الزيت نباتيه. غادي نضيفو واحد ملعقه ديال الخل. بالنسبه للزراره غادي نضيفو ملعقه كبيره ديال حبه حلاوه، ملعقه ديال النافع، وملعقه ديال السمسم اولا الزنجلان. بالنسبه للماء غادي نضيفو الماء دافي. غادي نوريكم القياس. خديت الكاس الاول عامر ديال الماء دافي، كنديرو في الخميره مع السكر وكنحاول نذوبو بهذا الشكل هذا بيدي حتى كتذوب لينا الخميره. من بعد غادي نحيد يدي وغادي نكمل غير بالملعقه اولا سباتولا. بالنسبه للماء احتاجيت كاس الاول عامر والكاس الثاني ما احتاجيت غير كاس. الكاس الثاني كاس الا ربع ما عمرش من بزاف وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي كنبدا نخلط غير بسباتيلا بهذا الشكل اولا ملعقه. العجينه كتكون عندنا مرخوفه ما كتكونش قاصحه. صافي كنخلطو بهذه الطريقه كتكون العجينه على هذا القوام. بالنسبه للماء قلت لكم ضفت الكاس الاول عامر والكاس الثاني ما عامرش. صافي دابا كنخليوها غادي نغطي عليها بواحد البلاستيكه. نغطي عليها وغادي نخليها في واحد المكان يكون دافي حتى كتخمر لينا العجينه وكيضاعف الحجم ديالها. نغطيو عليها هكا
صافي غادي نخليها حتى كتخمر. هنا البنات وجدت خديت الطاوة ديال الفران اللي فرشت ليها الورق ديال الطبخ. ضروري باش ما تلصقش لينا الخبيزات ديالنا، ما يلصقوش لنا، لان كتكون العجينه مرخوفه. صافي من بعد ما ضاعف ليا الحجم ديال العجينه كيكون على هذا الشكل هذا، غادي نحيدو ليه البلاستيكه. تكون على هذا الشكل. كناخدو الزيت، كندهنو يدينا بالزيت باش ما تلصقش لينا في يدينا، وكندهنو سطح العمل حتى هو بالزيت. صافي كنجبد العجينه من الاناء، كنحطها في سطح العمل. ضروري نديرو الزيت ان كتكون خفيفه العجينه. صافي وكنقطعوا العجين ديالنا. المهم الحجم ديال الكروس نتوما اللي كتحكموا فيه. بغيتو ديروهم صغيورين كديروهم صغار، انا فضلت اننا نديرهم كبار كيجيو بحال الخبيزات، داكشي علاش ما درت الحجم كبير كبرتهم. غادي يخرجوا ليا 7 ديال الكريسات. لا نتوما بغيتو ديروهم صغارين ديروهم صغار. صافي من بعد ما كورتهم، دابا غادي نضغط عليهم بيدي بشويه بهذا الشكل وكنهزهم. صافي غادي نحطها في الطاوه اللي فرشت ليها الورق ديال الفران. ضروري البنات ديروا هذاك الورق اللي وريتكم، ما ديروش مباشره في الطاوه، لان غادي تلصق لكم العجينه، حيت العجينه مرخوفه ماشي بحال العجينه كتكون قابطه راسها. صافي كنقرصهم بهذا الشكل غير شويه وكنحطهم كنستفهم. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى غنساليهم. هنا البنات من بعد ما ساليت الكريسات دياولي خطيتهم هكا. دابا غادي نغطيهم ونخليهم حتى كيختمروا. من بعد ما خمروا ليا الخبيزات دياولي البنات كيكونوا على هذا الشكل. هنايا خديت واحد صفار ديال البيضه خلطته مع الخل وطربته مزيان، غادي ندهن لهم الوجه ديالهم. كندهنهم كاملين بهذه الطريقه. كلكم تستغناو على البيض، اللي ما كيعجبوش الريحه ديال البيض ما يديروش، ماشي مشكل. كندهنوه بشويه باش ما تخسرش لينا العجينه. فهاد المرحله البنات كنكون شعلت على الفران باش كيسخن. هنا عندي الزنجلان اولا السمسم كنزين به من الفوق فوق من البيض. صافي يا بنات كندخلهم الفران، كنشعل عليهم غير من التحت حتى كيتنفخوا وكيطيبوا ليا من التحت. عاد ديك الساعات كنشعل عليهم العافيه من الفوق باش كيتحمروا.
صافي البنات، دابا غادي ندخلهم يطيبوا، غادي نتلاقى معكم من بعد ما نجبدهم من الفران تشوفوا الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش اولا الكرس اللي صايبت معكم اليوم. صراحه كيجيو غزالين بزاف، غير جربوهم. وكيف ما قلت لكم الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، بغيتو ديروهم صغارين بغيتو تكبروهم. ما تنسونيش باللايكات ديالكم وتعليقاتكم، ما تنساوش تشاركوا في القناه، وشكرا.